من أجمل الدوريات العربية الدوري التونسي. إذا أردت المتعة الكروية تابع الدوري التونسي، عندهم منافسة كبيرة جدا وملاعب راقية ونجوم وتاريخ وأساطير. توانسة خضراء في كل شيء، جميلة في. من حلاوة كلامه مش قادر اوقف الفيديو. والله المفروض انا ابقى ساكت خليه هو يكمل يهدى. محليه كلامك، ياسر كلامك. اول مرة شخص يمدح البطولة التونسية كيف هو. نحنا في بعضنا ما نمدحوش البطولة كيما هكا. والله شكرا شكرا ياسر. والله فرحت برشا بهذه الهدرة. شكرا ليك والله شكرا ليك. المهم شباب، كانك انت عمرك ما تفرج في البطولة التونسية، غدوة ننصحك تجي تتفرج في ديربي تونس. غدوة عنا ديربي باش يجمع بين اقطاب العاصمة، النادي الافريقي التونسي ونادي الترجي الرياضي التونسي. الديربي هذايا صدقني مميز على الاخر وملزمكش تفوتوا عليه. اولا النادي الافريقي التونسي للبطوله غايب عليه لاكثر من 10 سنوات، غدوه امامه فرصه انه يتوج بالبطوله وامام غريمه. هذا اللي ما نشوفوهوش كل يوم، انك تفوز بالبطوله وامام غريمك. لا 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 لا. ثانيا نحن على موعد مع قمه ناريه مفتوحه، خاصه بوجود نجوم مثل هداف البطوله فراس شواط ووسط الميدان النيجيري اونيتشي اوغبيلو. يعني بالرسمي ننصحكم اجاو تفرجوا في الدربي، ما تفلتوش الدربي. وفي الختام باش نحطوا غنية لكل فريق، وش نشوفوا في التعليقات شكون اكثر جمهور حاضر، ونبداو مع الفريق. وفي النهاية نحب نقول مهما يصير في الملعب ومهما كانت النتيجة، رانا نقعد اخوات، راهي جيست كورة، راهي كورة باش نغيروا بها الاجواء، نخرجوا ستريس. ما تكبروهاش هذيا وتجي تسبني ونسبك ولعب صغار قاعد يصير. مهما كانت النتيجة ومهما كان الفائز نفرحوا ونباركوا له. وشكرا لكم.